حب الشوكولاته وكل محبين الشوكولاته معانا ايمان. ازيك يا ايمان؟ اهلا بحضرتك. ازيك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. نوراني. اهلا بيكي ايمان، انتي هتقدمي لنا بقى برضو شكل تورته بسيط قلب ينفع لعيد الحب للناس اللي عايزه تعمل حاجه بسيطه. هتورينا تمام. شويه حاجات. تمام. انتي بقالك قد ايه بتعملي مشاريع او مشروع الحلويات؟ هي دي ثالث سنه. تالت سنه. برافو عليكي. حلو. انتي برضو ليكي انستجرام صح؟ ليا وبيج على الفيسبوك وجروب عدده بقى 43,000. ما شاء الله. برافو عليكي. اسمه ايه؟ اسمه ايمي كيكس. ايمي كيكس. حلو قوي. انتي عامله كيكه اشرحي. انا عايزاكي انتي اللي تشرحي بقى انتي عامله ايه بالظبط ويعني هتعلمينا ايه النهارده؟ تمام. هي دي تورته سهله جدا، يعني ممكن اي ست بيت عاديه تعملها، مش شرط يعني تبقى بروفيشنال في التورت. هي يعني الكيك شوكليت ومحشي كريمه بشوكولا عادي تمام. طيب دي كيكه وانتي قسمتيها من جوه حشيتيها لايرز وحشيتها كريمه شوكولاته. وبعدين حطيت لها من فوق الجناش. وبعدين الروزيتات بقى الكريمه دي عملت مارك كده الاول علشان انا عامله ديسك شوكليت على شكل هارت، يعني عشان تبقى مناسبه قوي يعني للفالنتاين. فالاول عملت الماركس بالكريمه. دي كريمه عاديه ولا مارينج؟ كريمه عاديه بس انا متقله القوام بتاعها علشان تستحمل ديسك الشوكولاته عليها. تمام. بعد كده بدخلها بقى تسقع شويه في التلاجة، واكون بقى جهزت الهارت ده. انا عامله هنا يعني ازاي يتعمل. طيب استني انا هشرح واحده واحده بس تاني. احنا يا جماعه تعملوا كيكه عاديه خالص، كيكه شوكولاته او كيكه اللي انتوا حابينها، واعملوا لها الجناش. حتى لو الجناش اللي احنا لسه عاملينه في اول الحلقه اللي احنا حاطينه على الوش اللي هو بالقشطه حتى والشوكولاته ينفع جدا. خلاص بتغلفوا بيها الكيكه وتجيبوا شوكولاتات الصوابع وتعملوا حوالين داير. هي فكره الكيكه دي احنا عايزين نوري مش الكيكه نفسها على قد فكره الديسك اللي هيتحط فوق. تمام. احنا لو شايفين هنا فوق هنا هي عامله ديسك من الشوكولاته شكل قلب مرتفع عن التورته نفسها، هو مرتفع على الكريمه، يعني كريمه رافعاه وحاطه الكلام تحت فشكله لذيذ جدا. فهي ازاي ده عملته احنا هنشوفه دلوقتي. مبدئيا حطت الكريمه اللي هي العواميد اللي هتمسك لنا الديسك اللي هو الشوكولاته ده. هنفهم بقى مع بعض دلوقتي. طبعا الشكل او المقاسات دي هي عاملاها بالظبط على قد القلب اللي هيركب فوقيها عشان ايه؟ تمام. يركب على حاجه ما يركبش ما يلاقيش العواميد دي في حته ثانيه. طيب الشوكولاته دي بقى اشرحي بقى انت عملتيها ازاي. اوكي. في الاول خالص انا سيحت الشوكولاته على حمام مائي او في الميكروويف. وفردتها عادي على ورق الزبده ده. وبعدين جبت فورمتين، فورمه كبيره وفورمه اصغر منها من القلب. من القلب. وبعدين قسمتهم بقى على يعني حطيتها على الشوكولاته نفسها. بعد ما شدت شويه. يعني هي بتشد شويه مش بتبقى سايله ولا هي بتبقى ماسكه خالص معانا بس. وطلعت كده بالشكل ده بمنتهى السهوله. بتدينا يعني الشكل ده حلو قوي. ولازم بقى لازم اكون الاول محدده كويس مكانهم علشان مثلا ما تطلعش واحده بره. طب استني قبل ما تحطيها، ايه رايك لو نحط عليه شويه دست؟ انا جايبه الورد ده. جايبه الورد ده. طب ما تيجي نحط عليه شويه دست؟ ممكن. فكره جديده. شوف كده لحظه. متهيألي عندي هنا دست فرشه. طلع كده عشان حاسه انه ممكن يبقى شكله حلو قوي. وانا عامله الوردات برضو هنا عشان نعمل واحده مختلفه. ممكن يعني تحطوا عليها عجينه سكر وردات كده، يا اما اديها كده هنا نلعب شويه. بصوا بقى بصوا فعلا جميله. هتدينا. وممكن برضو اللي عايز يحط الورد يحط عليها الورد. اهم حاجه عندي باين من فوق عندكم الشكل عشان ايه. بصوا فرق الشوكولاته بتفرق بشكل مرعب لو حطيتوا الدست ده او لا. هتفرق كمان اعتقد عن لون ده
عن اللي هي الجناش اللي تحت. ايوه فعلا. خلينا نجرب، يعني احنا عملنا، هي دي معموله اوريدي، فاحنا نشوف واحده تانية بالشكل ده ونشوف اني احلى، بحيث ان اللي في البيت بقى يشوفوها جاهزه ويقولوا بقى هم عايزين يعملوها كده ولا عايزين يعملوها كده، صح ولا ايه رايك؟ ايوه هي كده جميله برضو. وممكن نعمل ورود من نفس اللون الضفر. صح عليها. الافكار فعلا لا تنتهي. يبقى كده دي كده جاهزه، ممكن بقى تحطيها. تمام، وتحطي بقى عليها الورود. انتي عامله اسمي عسل قوي، تحفه. وكانت باينه سفره برضو، سفره سيد. حبيبتي شكرا. تسلمي. تسلم ايدك. دي عملتيها بقطاعات في مولد. حسيت برضو بمولد، لان كان سميكه شويه على انها تكون معموله بقطاعه. هي بس علشان شكلها لذيذ منها عاليه. 3D كده. 3D. برافو عليكي، حلوه قوي. تسلمي. شوفوا يعني برضو فكره بسيطه بس تدي ابعاد وشكل تحفه. حلوه قوي. طيب نحط بقى الورود هنا برضو، عشان انا حاسه بالورود هتبقى احلى. انتي العلب اللي انتي جايباها الخطيره الصغننه دي اصلا لو شايفينها على الترابيزه يعني من الحاجات ايوه بالظبط بقى. الواحد ينطور بقى الورد كده عليها. تسلم ايدك. دي كلها بعجينه السكر. كلها فندق فين. تسلم ايدك. تسلمي حبيبتي. حلو قوي قوي. طيب قولي لي بقى، احنا طبعا بنكملها بقى بالشكل ده لغايه الاخر. احنا بس عايزين قبل ما نروح الفاصل نعرف بقى دي انت عملتيها ازاي، لان دي برضو فكره حلوه. دي معموله من براونيز. انت عاملاها زي الستيك. بصوا زي الستيك. بصوا عامله ازاي زي الستيك اهي، بتتاكل زي كانها الايس كريم. فدي برضو فكرتها لذيذه قوي للاطفال، للمناسبات، يعني حلوه قوي. انا شايفاها لذيذه. دي عملتيها ازاي بقى انتي؟ البراونيز مقادير حضرتك تحفه. طب هي الوصفه اللي هي بالكاكاو المحلى كمان من غير بيكنج باودر. بعد لما بتستوي بسيبها تبرد، وبالقطاعات بقطع بقى الاشكال اللي انا عايزاها. سهله جدا. وانزلها في الشوكولاته، وتزيين بسيط كده. تمام. بجد نورتيني النهارده وقدمتي حاجه جميله جدا فعلا. انا سعيده قوي. انت عايزه تقولي اي حاجه للناس؟ بصي بقى للكاميرا عشان مخرج جوه عمال يقول لي تلف للكاميرا، فانا والله يعني قولي بقى، قولي للجمهور انت نفسك تقولي ايه. الاول انا بشكر حضرتك جدا ان انت استضفتيني معاكي النهارده، ده شرف كبير ليا. انا اللي سعيده وليا الشرف. تسلمي يا رب. وبشكر بقى كل اللي بيشجعوني، اولهم جوزي طبعا يعني بيدعمني جدا الحمد لله، واخواتي بقى ومامتي واصحابي وعملائي هم قاعدين بيشوفوني دلوقتي. ربنا يخليهم لك يا رب. الحمد لله. بشكر كل الناس على دعمهم ليا وتشجيعهم. ونفسي ان شاء الله حضرتك تستضيفيني كمان تاني معاكي، بقى عندي افكار كتير. طب يلا بينا، يلا ان شاء الله. طبعا انا كله اهلا وسهلا، اللي عايز يقدم اي علم ينتفع به وافكار جديده اكيد تنوريني تاني. ميرسي حبيبتي. قلبي نورتيني. يا رب الفقره تكون عجبتكم وفكرتها بسيطه وسهله وتطبقوها. هنروح بقى الفاصل